ورجعنا لكم بعد ما عرضنا مشكلة أهالي عزبة العرب بالقليوبية، وعرفنا قد إيه أهالينا بيعانوا من عدم وجود مياه صالحة للشرب. والغريب إن الموضوع بقاله سنين وسنين، ولو حبينا نحاسب حد هنرجع لورا كتير، لكن إحنا هنركز وندور على الحل مع المسؤولين في الوقت الحالي. ونبدأ بعضو مجلس الشعب الحالي عبد السلام الخضراوي، ونفهمه ان الناس فاهمة وعارفة ان الحنفية اللي انت عملتها دعاية انتخابية، ونقول ماشي، لكن مش لازم يتابعوا مع سيادتك وكل شوية يجولك في المضيفة وتشغل سبيكر وتسمعهم وعود من المسؤولين الصغيرين وكلها مسكنات، اللي انت لازم تكون موجود وسطهم ومحسسهم انك معاهم وانك انت اللي بتدور عليهم. ما هو اصل مشكلتهم مش عادية، دي مية وهي اساس الحياة. ما هو سعادتك كنت بتدور عليهم ساعة الانتخابات. وبالمناسبة انا بحب اعتذر لسيادته لسيادة النائب، لان واحنا بنكلمه علشان نعرف هو عمل ايه في موضوع المشكلة وبالنسبة عن الوضع القانوني للمباني، قال بالنص ده مش سؤال يتسأل للنائب. بجد احنا اسفين لسعادتك ولجهلنا بنوعية الأسئلة اللي تتسأل لنائب مجلس الشعب، وهنصلح غلطنا ونطلب من رئيس مجلس الشعب انه يصدر لائحة بنوعية الأسئلة اللي تتسأل لسيادة النواب، للسادة النواب. بجد مفيش تعليق يليق بحضرات السادة النواب اللي قاعدين في الكراسي العالية وسايبين ناسهم. ما هو ده نفس النموذج اللي في قرية المزلوة بسوهاج، واللي سايب أهله بدون كهرباء. وكلامي لأهالي عزبة العرب وكل عزبة ما فيهاش مية، احنا مش هنسيبكم وهنتابع الموضوع ومستنيين رد المسؤولين، وبقول لهم شوفوا حل سريع للناس اللي عايشة من غير مية. ودلوقتي أنا قلت عندي اقتراح لمشكلة غلاء الأسعار. الحقيقة في حلين نفكر فيهم مع بعض. كل بيت ليه طلباته ومتطلباته، شبه تقريبا متطلبات واحدة من مستلزمات أساسية. طيب فيها إيه لو كل عمارة تتجمع مع بعضها ويجيبوا الطلبات بالجملة؟ هم أولى بكل جنيه وفروه، واعتقد الموضوع ده هيقرب الناس من بعضها. والحل التاني، كل منطقة فيها مجموعة شباب سنهم قريب من بعض، يا ريت الأهالي يجمعوا الشباب ويعملوا لهم مشروع صغير ينتجوا فيه حسب احتياجات المنطقة، بدل ما بيشغلوا فلوسهم مع حد غريب ينصب عليهم ويلموا شمل بعض وينافسوا التجار. والقصة بسيطة، ما كل واحد بدل ما واحد يقوم بالتكلفة يقوم بيها 10 20. المهم نبدأ ونجمع شمل بعض وبلاش أنانية، ايدينا في ايد بعض نعدي الصعب، واحنا اللي هنحل، محدش هيحل لنا مشاكلنا. واعتقد ان السوريين نزلوا مصر واثبتوا ان مصر فيها خير. هم قصتهم انهم بيحبوا الشغل ومروا بمحنة وسابوا وطنهم وعرفوا قيمة بعض، فجمعوا بعض في مصر واشتغلوا. واحنا فرصتنا افضل منهم الحمد لله، وان احنا في قلب بلدنا واولى بخيرها. يا ريت نبقى ايد واحده. وعلى فكره انا من النهارده هعمل جروب على الفيسبوك لكل واحد نفسه يشوف بلدنا بخير، وسميته مصر اقوى من الجميع. عايزين نشوف افكاركم ومقترحاتكم علشان بلدنا تبقى اقوى من الجميع. واشوفكم الحلقه الجايه على خير ان شاء الله.